السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احنا هنعمل النهاردة الرز بلبن، وهنعمله رز بلبن عادي زي المحلات واحسن طبعا، علشان احنا بنعمل حاجة بايديكي وحاجة نظيفة. بس احنا هنزود عليه الاضافات التانية اللي هو زي محل بلبن اللي بيعملها. الاضافات بقى اللي انت عايزاها، بالكراميل، بالنوتيلا، باللوتس، بزبدة الفستق، اي حاجة، اي اضافات انت عايزة تعمليها احنا هنعملها. وهنبدأ دلوقتي مع بعض عشان ما اطولش عليكم. بس لو اول مرة تشوفوني، انا فايزة عبد الله. هنعمل نص كوباية رز، الرز البلدي العادي اللي هو المصري، بس ما فيش غيرها، نص كوباية. وبعدين هنغسلها كويس وهنحطها في الحلة اللي احنا هنسوي فيها. بعد ما شطفناها كده هنحطها في المية، هنحط عليها كوبايتين من المية وهنحطها تغلي شوية. وبعدين هنسيبها مع التقليب، هنسيبها شوية، حوالي زي نص ساعة، لغاية لما تشرب المية بتاعتها، ده بعد التقليب طبعا. وهطفي عليها واسيبها حوالي زي نص ساعة. بعد كده هرجع تاني هكشفها، هلاقيها اتشربت المية اللي فيها، اللي هو الكوبايتين المية بعد ما اتسلقت شوية، بدأ يدخل في السوا شوية. معايا لتر وربع من اللبن، لبن الحليب اللي هو الحليب اللي هو البلدي اللي هو بتاع اللبان. طبعا بيكون دسم وكامل الدسم، بيبقى بقشطته. لو انت حطيتيه من غير غلية خالص ممكن تحطيه علشان هيبقى بخيره زي ما هو. طبعا هوطي النار عليه بعد ما ياخد غلوة الأول. هفضل مع التقليب المستمر وأنا بقلب، شايفين لغاية لما يتقل القوام بتاعه. كل ما بيغلي كل ما الرزاية بتستوي أكتر وبتبقى نافشة شوية. برضو هغطيه حوالي زي ربع ساعة مش أكتر. بس بعد كده برضو مع التقليب، هي الحتة دي ما جاتش، أنا غطيته حوالي ربع ساعة بس. وبعدين هحط السكر هحط 4 معالق مش أكتر، عشان الإضافات اللي أنا هحطها. لكن لو أنت حابة تحطي سكر زيادة دي حاجة ترجع لك. بصوا القوام بتاعه بدأ يتقل. هحط مستكة أو فانيليا زي ما انت حابة. برضو الإضافة اللي انت هتحطيها ممكن تحطي ماء زهر، ممكن تحطي ماء ورد. هحط معلقة من البودرة الكريم شانتيه، وهحط معلقة من النشا، معلقة واحدة مش أكتر، عشان أنا عايزة القوام بتاعه يبقى سايل شوية، ما يبقاش متماسك، يبقى جامد. وبعدين عايزينه طبعا يبقى بعد لما يبرد خالص تلاقي الكرمشة بتاعة الوش بتاع اللبن. شايفين لما تقل القوام بتاعه. انا هشيله لان لازم وهو سخن على طول تحطيه في الاطباق. انا هحط كده القشطة بعد ما انا طفيت عليه خالص. هحط القشطة بتاعة اللبن، وش اللبن هحطها كده وهقلبها عليه. بعد ما انا شلته من على النار هبدأ هحط كده في الاطباق اللي هي بتاعت الرز بلبن. مش هملاها على الاخر علشان انا هحط فيها عليها الاضافات. هبدأ هعبيها كده. شايفين الطعم بتاعه حلو جدا جدا يا جماعة. انا لو مش عايزة احط الاضافات عليه انا هغطيه كده وهو سخن علشان يبدأ تشوفوا الوش الكرمشة بتاعته. بس انا هعمل ايه؟ هحط بقى الاضافات التانية. زبدة اللوتس، دي زبدة اللوتس بس هي جامدة شوية، الجو برد شوية. هحطها في الميكرويف بحيث ان هي تسيح شوية. وهحطها، حطيت كده زبدة اللوتس، هحط عليها المبشور بتاع البسكوت من الجناب، وهحط عليها واحدة بسكوت لوتس عشان تبقى باينة. هعمل الطبق التاني بالنوتيلا. هحط برضو النوتيلا من البرد طبعا، انا مسيحاها في الميكرويف بس مش عايزة يعني ان انا ازود عليها شوية عشان ما تجمدش. اللي بالنوتيلا هحط عليها البندق عشان يبقى باينة ان هي تبقى حاجة لايقة عليها. هحط التانية، هحط عليها المانجا، وهحط عليها شوية من عصير المانجا،
وهحط عليها كده من النص واحدة كريزة، وهحط التاني اللي هو او الطبق الرابع هحطه عليه صوص كراميل كده بالشكل ده، والطبق اللي هو الخامس هحط زبدة الفستق، وبعدين هحط عليه كده حبات من الفستق او كسر من الفستق الحلبي، وبعدين هعمل بالفراولة، ممكن تحطي فراولة وموز مفيش مشكلة. هحط الفراولة وهحط عليها صوص الفراولة كده، في واحد اللي هو يعتبر سادة هحط عليه معلقة من القشطة، وهحط عليها العسل من على الوش كده، العسل الأبيض أو العسل النحل، وهعمل واحد تاني بالمانجا وهحط عليه الآيس كريم. مش مشكلة الجو برد، الرز بلبن بيتاكل صيف وشتاء حلو قوي. شايفين الشكل بتاعهم؟ حاجة بسيطة مش هتاخد منك أي وقت، الوقت اللي اتعمل فيه الرز بلبن كله مش هيكمل ساعة تقريبا. شايفين يا جماعة الشكل الشهي والطعم حلو جدا، ده الشكل النهائي بتاعه. يا ريت لو عجبكم الفيديو وجربتوه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد، ومستنية رأيكم وتقولوا لي ايه اللي انتم طالبينه في الكومنتات، عرفوني اللي انتم محتاجينه وانا اعمله لكم في الفيديو اللي جاي، والى اللقاء في فيديو جديد.